بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سيداتي سأقدم لكم الكيك العادي اليومي بمذاق المندلين. كيجي رائع رائع بزاف. غادي نوريكم كيفاش كيجي من الداخل. يجي خفيف ولذيذ وبمكونات بسيطة. بقاو معايا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. سأحتاج إلى 4 بيضات، 250 غرام من الدقيق الأبيض دقيق ممتاز للحلويات، ما يعادل كأسان ونصف من كأس العنبة، كأس إلا الربع من السكر الخشن سكر ساندة ما يعادل 80 غرام، كأس إلا الربع من الزيت من زيت المائدة ما يعادل 80 ملي، كأس مملوء من عصير الليمون البرتقال ما يعادل 100 ملي، قشرة برتقالة، كيسان من كيس الخميرة الحلويات ما يعادل 8 غرام. نبدأ على بركة الله. نحضر الإناء، نضع البيض، نضيف السكر، قشرة الليمون، نخفق جيدا، نضيف الزيت، عصير الليمون البرتقال، نتمم الخفق، نضيف الدقيق شيئا فشيئا، بعد ما كملنا جميع الدقيق اللي عندنا غادي نضيف في اخر مرحله دقيق خميره الحلويات بيكنج باودر، كما ترون الخليط أصبح جاهزا. نحضر مول دائري مدهون بالزيت ومرشوش بالدقيق، نصب فيه الخليط ديالي، الان غادي ندخل المول ديالي الفران على درجه الحراره 180 درجه مده 35 دقيقه. هذا هو شكل الكيكه ديالنا بعد اخراجها من الفرن. غادي نوريكم كيفاش كيجي من الداخل. يجي خفيف ولذيذ وبمكونات بسيطة. هذا هو الشكل النهائي للكيك ديالنا. كيجي رائع ولذيذ بزاف وخفيف كما ترون. زينته بقليل من مربى البرتقال مع جوز الهند
والتزيين كيبقى اختياري حسب الرغبه وحسب الذوق. كنتمنى يعجبكم هذا الكيك، وما تنساوش الاشتراك معي في القناه ليصلكم مني الجديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنساوش تعملوا جيم وتبارطاجيو، تخلوا لي التعليقات ديالكم.